البنات غضبانة وصوتهم بقى عالي، والحقيقة حقهم وما نقدرش نلومهم، بالعكس إحنا نلوم نفسنا لإن إحنا سايبينهم من غير ما نحل لهم مشاكلهم، وعلشان نقدر نحل مشاكل البنات، وعلشان نفهم هُم صوتهم بقى عالي ليه، لازم نفهم الأول ليه البنات هُم المستهدفة. فيالّا بينا كده وأنا باجهّز الmaterial بتاعتي قبل ما أروح لعروستي، هاكلمكم من وجهة نظر علم النفس، لإن أنا كمان مش بس makeup artist، أنا مجال دراستي علم النفس. ففتحوا لي مخكم كده علشان الوضع هيبقى من سيء لأسوأ. فاحنا مطلوب مننا نلحقهم. البنات غضبانه وصوتها بقى عالي لان احنا اتعدينا حدودنا معاهم، حملناهم فوق طاقتهم، وطول الوقت بنقنعهم ان ده المتعارف عليه واللي احنا متعودين عليه. ومع التطور اللي احنا شايفينه والمعلومات الكتير اللي بقت بتدخل للبنات، البنات اكتشفت ان كل الاجيال اللي قبل كده كانوا بيضحكوا عليهم وبيقنعوهم بحاجات لا ليها علاقه لا بدين ولا بعلم ولا بعقل. علشان نقتنع إن إحنا السبب، ونقتنع إن الأجيال اللي قبلنا سلموا لنا ملعب للأسف بايظ. ولو هنشرح الموضوع كلعبة، فهنتكلم إن إحنا دلوقتي الجيل اللي في الملاعب، الجيل اللي المفروض يظبط الدنيا كلها للجيل اللي بعده، وللأسف إحنا مطلوب مننا نصلح كل اللي الجيل اللي قبلنا بوظه. فإحنا دلوقتي بنلعب في ملعب غير مؤهل خالص، في مننا اللي بتقع وبتتصاب وبتطلع تكمل كمان بقية اللعبة وهي متصابة، في اللي بتقع ما بتقومش، وقصاد كل بنت بتقع شاب برضه بيقع ومستقبله بيروح، قصاد كل بنت أحلامها بتتسرق منها شاب مستقبله بيضيع، وده كله بسبب خطة معمولة علينا. أيوه، في خطة معمولة علينا. وللأسف أهالينا بدل ما يعلمونا ويفهمونا إن إحنا لازم نبقى فريق مع بعض ضد الخطة أو اللعبة اللي معمولة علينا، للأسف ادونا أفكار غلط اتزرعت في عقولهم عن طريق نفس الناس اللي بتلعب علينا أو بتلعب بينا. فدلوقتي الجيل اللي موجود اللي المفروض هم آباء وأمهات، بدل ما يبقوا فريق واحد بيلعبوا مع بعض ضد الخطة اللي معمولة عليهم، للأسف بقوا هما الاتنين ضد بعض. فالفريق بقى بيضرب في بعضه. فيلا بينا بقى نفهم البنات الصغيرين الموضوع ببساطة وبهدوء، علشان احنا محتاجينهم هم يصحصحوا معانا، علشان هم الجيل اللي جاي، هم الجيل اللي المفروض احنا ندربه ازاي يقوم بدوره، وكمان احنا المفروض نصلح لهم المساحة او الملعب اللي هيلعبوا فيه. ويلا بينا كده نشرحها بطريقة لعبة، لان احنا في لعبة وعايزين نفهم ازاي نلعب فيها بدل ما يتلعب بينا. دلوقتي في فيديو هاحطه لكم هيوضح لكم إن إحنا في خطة بتتعمل علينا. أنا هاجهز شوية ماتيريال وأنتم اتفرجوا على الفيديو واشرحه لكم. دلوقتي أنتم شفتوا شوية من الفيديو، تعالوا أكلمكم بقى ليه البنات هي اللي مستهدفة، وليه بيستخدموا الدين، وليه عايزين يبقى في توتر عندنا. زي ما انتم شايفين كده تقدروا ترجعوا للفيديو كامل لان انا مش هينفع احطه كله، بس بالمختصر المفيد كده احنا واولادنا بيتلعب بينا. وعامة دي مش مؤامرة ولا خطة على الدين، دي مؤامرة وخطة على البشرية كلها، عشان في ناس كتير طول الوقت بتتكلم على اساس ان هي خطة على الدين. لا لا، هي خطة علينا احنا مش على الدين. لان طبعا الفتره اللي فاتت انا كنت بحاول ادرس وافهم سبب المشكله ايه، برضه كنت براقب وبتابع الناس اللي بره. الناس اللي بره عندهم نفس المشاكل اللي عندنا، بغض النظر عن دينهم ايه، بس عندهم نفس المشاكل اللي عندنا. فمن هنا نفهم ان هي خطه ومؤامره علينا كلنا مش على الدين. ركزوا، هو الشيطان بيستخدم الدين ضدنا، وده انا هشرحه لكم في الفيديو الجاي. انا بس في الفيديو ده محتاجه افهمكم واديكم اول الخيط او طرف الخيط، وهو اننا في خطه بتتلعب علينا، والخطه دي من زمان، من سنين كتير جدا، على كمان ايام اهالينا او اللي قبليهم. فللاسف الخطه بقت متوارثه، والافكار الغلط اللي هم ورثوها ورثوها لنا. فاحنا محتاجين دلوقتي نمسك الافكار دي فكره فكره، ونشوف صحتها وحقيقتها ايه، وهل لو طبقناها على ارض الواقع هتفيد بناتنا وولادنا ولا هتبقى مضره ليهم ومحتاجين نعدلها. النهارده لازم نفهم مع بعض ان احنا قدامنا طريقين اتنين مالهمش تاني: يا نبقى فريق مع بعض ونتفق نلعب مع بعض ونتفق يا نخسر يا نكسب مع بعض، يا إما نبقى ضد بعض وإحنا ننزل نعادي بعض
ونضرب في بعض، وبالتالي هيبقى بيتلعب بينا، هنبقى إحنا العرايس الماريونيت اللي بيلعبوها أو بيحركوها زي ما هم عايزين. وللأسف زي ما إحنا شايفين البنات غضبانة، الشباب مش فاهمة هي عايزة إيه ورايحة فين وجاية منين، التوتر زاد، أهالينا نفسهم بيتعرضوا لحاجات غلط أو بيتعرضوا لاعتداءات وعنف، البنات بقت شايفة في عنف عليها في الأسرة، في عنف عليها في الشارع، في عنف عليها في الشغل. فهاتوا لي بقى البنت اللي طول الوقت بتحاول تهرب من أي عنف بتتعرض له، طول الوقت بتحاول تنقذ نفسها، وقولي لها أنتِ عليكِ دور مهم لازم تقومي بيه، والمفروض تدربي الجيل اللي بعدك إنه يبقى عنده انتماء للوطن، إن هو يبقى ليه دور عايز يقوم بيه، وكمان تأهليه لي نفسيًا إنه يقدر يقوم بالحاجات دي. تفتكروا هتقدر؟ لأ. علشان كده هم بيستهدفوا البنات، وطبعًا هم فاهمين أهمية البنات، يعني لو أنت قدامك حد مش مهم مش هتركز معاه أصلًا، ولكن أنت بتروح تركز مع القوي، يعني أنت لو رايح مهمة كده ووراك هدف وهتقابل حد هيعارضك، فأنت تفكيرك وتركيزك كله بيبقى على الطرف الأقوى مش الأضعف، فمعنى إن هم مركزين مع البنات ومعنى إن هم مستهدفين البنات طول الوقت، فده يوضح لنا ويفهمنا قد إيه البنات مهمين أوي لدرجة إن هم خايفين منهم. وطبعًا أول حاجة زرعوها في عقولنا هو إن البنات مش مهمة، والبنات لازم تكون مهمشة، وتعليم البنات مضر ومؤذي، ووجود البنات في المجتمع أصلًا هو سبب الشرور كلها، وده علشان إحنا لو فهمنا أهمية البنات هنبتدي نركز إزاي نوفر لهم المساحة الآمنة اللي يقدروا يقوموا فيها بدورهم، وطبعًا لو إحنا وفرنا ده للبنات، وطبعًا لو البنات قدرت تفهم دورهم وقدروا يقوموا بيه على أكمل وجه الخطة بتاعتهم هتفشل. فعشان الخطة بتاعتهم تنجح أول حاجة لازم يركزوا مع الطرف الأقوى وهو البنات، وعلشان نبقى فاهمين لازم نحط إيدينا على سبب المشكلة. البنات مهمين، البنات هم اللي بيربوا الجيل اللي جاي، فأي مشكلة بنشوفها دلوقتي أو أي شاب مستقبله بيضيع لو جينا دورنا على الأم هنلاقيها للأسف يا إما مش متعلمة، يا إما عندها مشكلة نفسية وربته غلط، يا إما هي السبب الأسبب. فعلشان كده إحنا محتاجين نركز إن إحنا نأهل البنات نفسهم. البنت لو اتصلح حالها وفهمت اللي ليها واللي عليها كل حاجة هتتصلح، وعلشان تقدر تفهم ده لازم إحنا نوفّر لها الأمان الكامل اللي تقدر تقوم بدورها، لكن ما أجيش أقول لها أنتِ هتتضربي وتتعنفي وتتشتمي وتتأذي وتتحرمي من تعليمِك وتتحرمي من حريتِك وتتحرمي من أي حاجة هتسبب لِك الأمان والراحة والسعادة، وآجي أطلب منها بكل سهولة ويسر إنها تدّيني جيل واعي وجيل ناصح، مش هتعمل كده ومش هتعرف تعمل كده، ولو إحنا جينا لومناها إنها مش عارفة تعمل كده، الحقيقة إحنا اللي غلطانين وإحنا اللي علينا بكل الغلط. فيالّا بينا نتفق مع بعض إن إحنا ندرّب شبابنا وبناتنا اللي جايين إن هم يكونوا فريق واحد، وما نغلطش نفس غلطة آبائنا وأمهاتنا لمّا فضلوا يورّثونا أفكار غلط وادّونا ملعب للأسف بيسبب لنا إصابات وبيخلّينا مش قادرين نقوم بدورنا. دلوقتي بقى جه وقت الشغل، هاخدكم ونروح معايا لعروستي وناخد بريك في النُص كده علشان نفصل ما بين المعلومات بتاعة الجزء الخاص بتوفير الأمان لينا ولأولادنا ولأهالينا، علشان بعد البريك ندخل على الأسرة وأهمية الأسرة والجزء الخاص بالأسرة. يالّا بينا نروح الشغل مع بعض ونشوف عملنا إيه لعروستي. جاهزة يا حاجة؟ اتحايلي عليّا شوية. بسم الله. حلو؟ تحفة. أمور، عايزة تغيّري حاجة؟ السمبل. لأ. سنبول زي ما أنتِ عايزة أهو. خالص. سنبول يعني. زغروتة تانية يا ندى، باحب زغروتِك. أنا باحب زغروتتها ما شاء الله أوي، الله أكبر. إن شاء الله المرة الجاية هتزغرط لنفسها بقى. هاتي قلب. سمال. ودلوقتي بعد الشغل جينا للخطة بتاعة الأسرة، وزي ما أنتم عارفين إحنا متفقين على 3 أهداف بنعملهم كل يوم في كل فيديو بنعمله. أول حاجة بنتكلم في إزاي نوفّر لنفسنا ولأولادنا ولأهالينا مساحة آمنة، علشان نقدر نعمل تاني حاجة نقدر ننتج ونبدع ونوفّر لنفسنا مستقبل أفضل، وده الجزء بتاع الشغل اللي لسه مخلّصينه حالًا. دلوقتي تالت جزء
وهو الأسرة. إزاي نقدر نبني أسرة متماسكة وأسرة سعيدة؟ لأن بناء أي حاجة حلوة بيبتدي من الأسرة، أي مستقبل ناجح بيبتدي من الأسرة، أي شخص ناجح بيبتدي من الأسرة، أي شخص سوي وسعيد بيبتدي من الأسرة. فيلا بينا بقى نتكلم إزاي الفيديو اللي شرحته لكم في البداية ده ليه علاقة بالأسرة. أولا علشان نبني أي حاجة أو أي مجتمع لازم نركز مع الأسرة. الأسرة هي اللي هتنتج الجيل اللي جاي، والجيل اللي جاي يا اما يكون جيل ناصح وواعي ويقدر يسند نفسه ويسندنا ويبني وينتج ويبدع ويوفر لنفسه كل حاجه حلوه، يا اما يكون جيل هش نفسيا ولا يقدر ينتج ولا يبدع ولا يبقى عارف هو رايح فين ولا هدفه ايه ولا دوره ايه. وطبعا الجيل ده طول ما هو نشأ في اسره تتخانق طول الوقت، بتعادي بعض طول الوقت، مش فاهمه انها فريق واحد، فاهمه انها ضد بعض وفاهمه انها فريقين منفصلين وبيعاندوا بعض طول الوقت، فالاب والام مش مركزين خالص مع الجيل الجديد. فالجيل الجديد طالع زي ما قلت لكم كده في البدايه، قاعد بره شايف الملاعب دلوقتي واللي بيحصل فيها. ففي منهم اللي اتعقد للجواز اصلا، في منهم اللي بقى شايف الجواز هدف مادي بحت، في منهم اللي شايف ان الجواز شر لابد منه والكلام ده كله، في حين ان الجواز اصلا افضل مؤسسه وافضل حاجه ربنا خلقها لنا. لما ربنا يبقى قايل لنا على الجواز انه سكن وموده ورحمه، ويبقى كل اللي احنا شايفينه دلوقتي معاكس للثلاث حاجات دي، يبقى في حاجه غلط. فالحاجه الغلط هي ان في الفيديو الاولاني اللي انا قلت لكم في خطه بتتعمل علينا، هو ان طول الوقت يبقى فيه عنف وتوتر وقلق علشان ما نبقاش قادرين نقوم بدورنا. لان اللعبه الحلوه بتبقى محتاجه مزاج رايق، وطول ما المزاج مش رايق انا مش هقدر اقوم بدوري ولا العب في الملاعب، زي ما ربنا قال لنا ان الدنيا لعب ولهو. فعلشان اقدر العب بقى واقوم بدوري كده في الملاعب لازم يبقى مزاجي رايق، وعلشان مزاجنا يبقى رايق كل يوم هنتعلم حاجه جديده في بناء الاسره. ودلوقتي انا هروح اتصل بجوزي علشان اقنعه بالفكره دي، وهنزل لكم وانا بقنعه علشان انت كمان تقنعي جوزك. ودلوقتي يا بسكوته احب اقول لك ان الفيديو بتاع النهارده خلص، ويلا بينا اعرفك بنفسي علشان لو انت اول مره تشوفيني تبقي عارفه انت بتتابعي مين وهدفنا ايه وهنعمل ايه مع بعض الفتره الجايه، وانا بوريكي جزء من شغلي. يلا بينا. ولو انتي اول مره تشوفيني احلى بسكوته في الدنيا، انا اسمي اسماء حسين، بشتغل ميك اب ارتست من 2014، وكمان مجال دراستي علم النفس من اكتر من 6 سنين. مهتمه جدا اني اخليكي سعيده وفي اجمل حالاتك الداخليه بعلم النفس والخارجيه بالميك اب والتجميل. فمتنسيش بقى تعملي شير للفيديو لو حسيتي ان هو ممكن ينور لمبه العقل عند حد تاني، ونجمع اكبر عدد عنده نفس الهدف، ان احنا ننشئ لنفسنا واقع ومكان امن. وافتكري ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاحنا محتاجين نغير كل اللي حوالينا بتغيير نفسنا الاول، وهو اننا نتعلم نعمل ده ازاي. بالعلم هنقدر نواجه الجهل اللي بيستخدموه ضدنا. بحبك جدا، اشوفك بكره، ومتنسيش تعملي فولو علشان يوصلك كل الفيديوهات.